اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هنا يجي نشارك معكم ان شاء الله هاد الصباح. الصباح عندنا واحد الشتيوه زوينه. هنايا بديت معكم من هنايا، بديت درت واحد شويه القهوه. بعد المرات تترشق لي هاد القهوه معطره ديال المغرب، وصيت شويه الحسوه كالعاده. صافي غادي نفطر بالحسوه وبهذيك القهوه معطره. ما نقولش لكم واحد الريحه كاسره الدار. صافي وغادي نخرج للسوق. الا لقيت شي حاجه غادي نشارك معكم، ما لقيتش راه ما غادي نشارك معكم والو. وهنا درت شويه تاع الزيت، زرعت الكتان. وديما المكملات الغذائيه ما كنساهمش. هنايا راني خرجت، شوفوا الاجواء، ما لقيت والو في السوق. هادشي اللي كاين. هنايا عندي شويه ديال الدجاج، هادو غير الطريفات مع بحال هكا. ملي كنصايب الدجاج تيبقى لي بحال هاد الطريفات نديرهم دابا. وغادي درت شويه البصله وهذوك طريفات تاع الدجاج. غندير شويه الزيت، ندير معاه الملحه والكركم والخرقوم معرق، ونخليه تيتقلى مزيان. هذا بنديروه بالشامبينيون فلفله والفلفله حلوه. المهم حنا هنا شويه الكركم صافي، وغادي نخليه يتقلى مزيان ونعاودو نطلاقه. صافي هنا بعد ما تقلى لينا داك الدجاج غادي ندير شويه البزار وسكينجبير. الا عندكم طري ديروه عواد، بلا ما ديروا هذا. والثومه غبر. وغادي نضيف هذيك مطيشه اللي ديما كنصايب معاكم. الا عندكم مطيشه الحك ديروها، ولا مطيشه القرعه. صافي غادي نخلط بحال هكا. راه غادي تطلق. هذا راه كنصايب هذيك اللي قلت لكم كنتبخ حتى كتولي بحال مطيشه الحك. هنا غادي نضيف الشامبينيون وغادي نضيف الفلفله حلوه. صافي مع الشامبينيون والفلفله حلوه كيطلقوا الماء وديك مطيشه تذوب. غادي نغطي عليهم حتى يذوبوا. صافي ونكمل. صافي هنايا هانتوما راه نقيس عليها شحال وانا مخليها تطب داك الدجاج. صافي هنايا اللي بغى يدير الهريسه يديرها، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. داك الشيء اختياري. انا غنديرو هنا واحد المعلقه الهريسه، وغندير هاد الشكل هاد الرويزه اللي داير عندنا بحال حنا تنقولها السنطير. وهذه هنايا عندهم دايره هاد الشكل. اللي بغى يدير النجيمات، اللي بغى يدير اي واحد بغى يدير شي حاجه يديرها. درت هنايا كاس. صافي غادي نحرك هاد الشيء يتشرب هكا. غادي نخليها شويه هكا تتقلى ليا وغادي نبلل. صافي هنايا بعد ما خليتها واحد شويه على ما طاب ليا الماء، صافي غادي نمرقها بالماء سخون. حركوها ولا تعود تلصق ليكم. انا عندي المقله ما كتلصقش، ولكن حركوها.
صافي هنايا نخليها تغلى واحد شوي وغادي نقص عليها حتى طيب. صافي هنايا ها هي طابت. مره حركوها، اللي بغى يخليها ناشفه يخليها، اللي بغى يخليها بحال هكا راه كتفرج عليها. الا بقات شويه كتشرب. المهم انا ما غاديش نخليها تشرب بزاف، وتقدروا ديروا معاها حتى الروز. هانتوما راه كتجي هائله. صافي هنايا نطفي عليها. كي قلت لكم مره خصوصا المبتدئين، حركوا على كانت عندكم شي مقله كتلصق شويه مع هاد النوع تاع القطنيات، راه كيطلق النشا ديالو كيولي كيلصق. صافي وها هي واجده. نتمنى ان شاء الله تجربوها، خصوصا اللي كنتو زربانين هكا في الغدا وفي العشاء، راه كتجي هائله. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي وإلهك معاني. غندير ندير فيها هنايا عندي هانتوما كتشوفوا ثلاثة البيضات وكاس السكر. ها هويا كاس السكر ما عامرش. الا درت عبرت العنبه، كاس العنبه ما يكونش عامر. هنايا كاس اللارو بالزيت، حيت غندير فيها شويه الزبده. عندي جوج فانيات وخماره ديال 15 غرام. ها هي كي تشوفوا خماره 15 غرام. وغادي ندير واحد المعلقه وكاس الليمون. ديروا كاس ونص الليمون. ها هويا. وغادي ندفيه وغندير معاه واحد المعلقه ونص تاع الزبده. هذا راه واحد الكيكه كليتها عند واحد السيده وسولتها على المقادير. راه كاس ونص تاع الليمون، وديروا الليمون طبيعي. انا راه عصرت هنا دابا المندارين عصرته. صافي هادشي اللي كاين فيها. وحنا نصيبوها مع بعضياتنا. والطحين حسب الخالط، كاين اللي كيبغي المقادير، ولكن الطحين راه كله نوع الطحين اللي كيدير. كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. صافي غادي نبداو على بركه الله الكيكه. نبدا اولا بالبيض. هنايا بعد ما طربت البيض غادي نزيد واحد القريصه الملحه نسيتها، وغادي نضيف السنيده. صافي ونخلط. صافي هنا بعد ما طرب لينا سميتو غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه. لا كيولي كريمي. المهم انا راه تبعت المراحل اللي قالت لي. صافي هنايا ديك الزبده والليمون مذوبين. دافي راه ذوبت فيه الزبده، شعلت عليه عافيه درت فيه الزبده راه كيجي دافي. غادي السخونيه راكم عرفتوا ديك الحراره اللي غادي تدو فيها الزبده. صافي حتى هو غادي نبدا نضيفو هنا بشويه بشويه وانا كنطرب. صافي هنايا بعد ما ساليت كلشي غادي نضيف هنا الخماره، وغادي نضيف طحين. المهم حتى غادي تعقد ليا في القوام تاع الكيكه. صافي هنا غادي نكمل ونتلاقاو ملي غنبغي نديرها في المول. صافي هذا هو القوام اللي خاص تكون عليه سميتو. المهم يكون بحال هكا، يكون غادي شويه مرخوف شويه. صافي غنديرو في المول وغادي ندخلوه الفران يكون بارد من قبل، ما يكونش سخون. صافي الخلاطه طيب على خاطرها ونطلقها. صافي هي الكيكه بعد ما طابت ما غادي ندير لها والو، مزوقه راسها براسها. ها هي كتجي خفيفه
نتسنى ان شاء الله تتبرد ونقطعها معكم تشوفوها، ونتمنى تجربوها. راه وعد فيها واحد المذاق هائل. انا راه غير كليتها عند واحد الصديقه وسولتها على المقادير ودرتها معكم، درتها كيما قالت لي ديريها. ايوا هادشي اللي كاين. نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي.